السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية يا رب العالمين. النهاردة معانا الوصفة الخفيفة الجميلة الصحية جدا جدا اللي انتوا شايفينها دي. وكمان طالما عملنا الوصفة دي لازم نعمل الطبق ده معاها. الشيء زي لزوم الشيء زي ما بيقولوا. يلا هنعمل الوجبة بتاعتنا. ولما كنتيش مشتركة معايا يا حبيبتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. معايا البسلة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، ومعايا مقطعة عليها بطاطساية متوسطة كده بأحجام صغيرة. كمان معايا صلصة القوطة، ومعايا البصل مقطعة زي ما انت شايفة، ومعايا التوابل. أكلة خفيفة وصحية جدا جدا. طريقة العمل بتاعها هي اللي خفيفة. هنعملها بطريقة عمل خفيفة جدا جدا، صحية تصلح لجميع الأعمار. خفيفة على الأطفال وخفيفة على الكبار. هنجيب الحلة بتاعتنا عشان نحط فيها المكونات بتاعتنا. والنهاردة ايه الوصفة بتاعتنا صحية جدا، ما فيهاش تسبيك ولا فيها تحمير بصل ولا تسبيك قوطة. حطيت البصل، حطيت عليه التوابل، وحطيت عليه القوطة بمنتهى السهولة كده. بحط المكونات بتاعتي كلها على بعض كده. وكمان هحط البسلة بتاعتي والبطاطس. خلاص كده كل المكونات اتحطت معايا. ناقص ايه؟ ناقص المادة الدهنية. نجيب المادة الدهنية بتاعتنا ونحطها على المكونات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده انا حطيت البصل والتوابل والقوطة وكمان البسلة بتاعتي، وكمان هحط المادة الدهنية معلقتين كده من المادة الدهنية. طبقت كل المكونات بتاعتي مع بعض. خلاص انتهى. تمام. هبتدي اخد الحلة بتاعتي كده واروح حطاها على النار. تمام. مش عايزة احمر بصل، مش عايزة اسبك قوطة، مش عايزة اكل مسبك عشان الضغط، عشان الكوليسترول، عشان الحاجات اللي احنا كلنا بنخاف منها وبتضايقنا. زي ما انتوا شايفين كده اخدت 3-4 غلوات معايا كده على النار قبل ما احط الشوربة. وهبتدي احط الشوربة بتاعتي على الحلة عشان افك كده. زي ما انتوا شايفين هي ماسكة شوية، فلازم طبعا ان انا احط لها الشوربة. ومقدار حط الشوربة على المكونات دي حاجة تخصك انتي. عايزاها سايبة قوي، نسبة السوائل فيها عالية، كتر الشوربة. عايزاها كده متخدعة وماسكة روحها، يبقى انتي تحطي شوربة قليلة شوية. انا مبحبهاش سايبة قوي، فحطيت كمية من الشوربة بحيث تبقى متماسكة، يعني ايه ماسكة بعضها كده شوية، ما هياش سايبة قوي. زي ما انتوا شايفين هسيبها كده لحد ما تستوي واخد بالي منها. كل ما تحتاج شوربة هزود لها شوربة، كل ما تحتاج هزود لها شوربة زي ما انتوا شايفين كده. لحد ما توصل معايا لمرحلة ان البسلة بتاعتي تستوي. يبقى كده ايه خلاص. طبعا لزوم الاكلة دي رز. انا هعمل معاكم النهاردة الرز حباية وحباية اللي هو الرز الاسكندراني. فطبعا بجيب الرز بغسله كويس وانقيه طبعا كويس، ربما ما يخلاش ان يكون فيه اي حاجة. بغسله، وبعد كده باخد شوية صغيرين واحطهم على المادة الدهنية بتاعتي في الحلة. وببتدي بحمر الشوية الصغننين دول لحد ما يوصلوا معايا للون الاحمر. ايدي فيهم بقلب كده على طول. زي ما انت شايفة حبيبتي كده. بصي هوريكي، شوفي بص ازاي اللون الرز اتحمر خلاص. وصل معايا كده للمرحلة ان انا هحط باقي الرز عليه كده. تمام.
هبتدي احط باقي الرز واقلبهم ببعض عشان خاطر اكمل الرز بتاعي. خدي بالك اوعي الرز اللي تحت يتحرق، قلبي بسرعة كده على طول، هتلاقيه حباية وحباية، وهو ده الرز الاسكندراني اللي بيعملوه في اسكندرية، بيبقى جميل ما شاء الله. لازم تقلبي باقي الرز كده شوية مع بعض عشان يتحمر او عشان ما يعجنش منك، لو محمرش او لو ما تحمرش شوية اللي هو الابيض ده هيعجن، فلازم تقلبيه شوية. وبعد كده هتضيفي الشوربة. انا بحب احط الحاجات بتاعتها فيها، اللي هو القوطة اللي بتبقى في الشوربة، وبعد كده بعد ما بتستوي من على الوش كده بشيلها، بس لكن بحب احطها. وده كان طبق الرز بتاعنا بعد ما استوى زي ما انتوا شايفين كده، حباية حباية، حباية بيضة وحباية لونها احمر. ده طبعا الرز الاسكندراني اللي بيعملوه في اسكندرية، حباية وحباية. بعد كده بشوف البسلة بتاعتي خلاص قربت تستوي خلاص اهي، هبتدي اطفي عليها، وهنشوف مع بعض دلوقتي الطبق بتاعنا شكله ايه. بسلة مش مسبكة. طبعا كل ما بتحتاج شوربة على بال ما بتستوي ممكن الشوربة تنشف منها، فكل ما بتحتاج بزود لها لحد ما تتمم السوا بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم انا بحبها تكون قوامها ماسك شوية، مش بحبها تكون سايبة أوي. في ناس بتحبها سايبة أوي، وفي ناس بتحبها القوام بتاعها يكون ماسك شوية. يعني بصوا ما تاخد غلوتين تلاتة كده ان شاء الله تكون استوت يبقى خلاص. وده شكل الطبق بتاعنا يا جماعة، بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده شكل الطبق بتاعنا بعد ما استوى طبق البسلة. وطبعا جنبه الطبق بتاع الرز، رز وبسلة طبعا لزوم بعض. طبعا كنا عاملين عليهم فراخ. وده كان الغدا بتاعنا يا جماعة النهاردة. تفضلوا معانا بألف هنا وشفا. الريحة طبعا جميلة جدا، أكلة مغذية جدا وصحية جدا جدا. طبعا خفيفة على المعدة، خفيفة لأمراض الضغط، خفيفة للكبار، وكمان في نفس الوقت برضه خفيفة على الأطفال الصغيرين. صحية مفيهاش كوليسترول. البصلة مش متسبكة والقطة مش متسبكة. وده كان أكلنا النهاردة بالهنا والشفا. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.